لو انت بتعاني من مشكله السلولايت فالفيديو ده مهم عشان خليني اقول لك ان السلولايت مش دهون عاديه، ده نتيجه توزيع غلط للدهون تحت الجلد. الاماكن اللي بيظهر فيها في الفخذ والجلوتس والبطن وكمان الذراعين. خليني اقول لك السبب مش بس الاكل عليه عامل، بس كمان ضعف العضلات وقله الحركه وقله النوم عليهم عامل مهم ودور اساسي جدا. الكريمات بتساعدك مؤقتا ان انت تقللي من السلولايت، لكنها مش بتعالج لك السبب الحقيقي اللي بينتج عنه السلولايت ده. طب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ اول حاجه لازم نبدا نتمرن تمارين خاصه لنحت الجسم والدهون، وكمان شد الجلد بتاعنا. اثنين، نظام غذائي يكون شامل وكامل يحتوي على كل العناصر الغذائيه علشان جسمك يعمل ريكفري وتخس الدهون اسرع وبطريقه افضل وما يحصلش ترهلات في الجلد، علشان نقدر نتخلص من السلولايت الموجود في المناطق اللي احنا قلنا عليها. الحاجه الثالثه ان انت تشربي كميات ميه كفايه وتنامي كويس اثناء الليل، وكمان تظبطي هرموناتك وتحافظي على نفسيتك لان برضه عليها عامل. اكتبي لي في الكومنت سلولايت وخليني ابعت لك كل التفاصيل علشان نبدا نتخلص منها.